طيب بما ان احنا اتكلمنا على موضوع الاسعار ده، وفي ناس كتيره قوي عجبها المحتوى الاسعار اللي موجوده في مصر وازاي اوفر فلوس. تعالوا هكلمكم النهارده عن اكله مصريه او وجبه مصريه ناس كتيره قوي بتحبها، وبتروح تدفع فيها الافات في المطاعم، وساعات بتسافر لها مخصوص اسكندريه او بورسعيد والاسماعيليه عشان خاطر تاكلها هناك، ولا وهو اكله السمك الشهيره. المزه اللي المصريين بيحبوها وبناكلها على الاقل مره في الشهر لما بيكون معانا فلوس. خليني النهارده سريعا هقول لكم جدول الاسعار وازاي توفر في شراء السمك، وازاي لو انت بتحب السمك او السي فود تجيب من احسن حتت وباحسن اسعار. اتفرجوا معايا للاخر وانا اقول لكم بالظبط التفاصيل. بالنسبه بس للناصحين ما تتريقوش عليا، انا مش زيكم، ممكن تكونوا انصح مني. فاللي عنده اسعار ارخص من الاسعار اللي انا جبتها كمان تكتبها في الكومنتس، خلينا نساعد بعض. لو في اي اماكن او لو في ارقام تليفونات تقدروا تشيروها مع بقيه المشاهدين يا ريت تشيروها. طيب خلينا نبتدي الاول كده بشويه معلومات عامه. السمك بيجي من ناحيتين، يا اما من البحر الاحمر يا اما من البحر المتوسط، ودول ما بيزيدش عن 10 15% من السمك الموجود في السوق. والنسبه الاكبر مزارع، حوالي من 70 او من 75 ل 80% من السمك اللي موجود في السوق مزارع. دي معلومات معروفه يعني معظم الناس تعرفها. في انواع سمك معينه مش هتلاقيها غير من البحر الاحمر غالبا، زي مثلا الجمبري السويسي هتلاقي لونه مختلف، لونه احمر شويه. هتلاقي مثلا ناجل، بعض انواع الدنيس وهكذا. فده بالنسبه للناس اللي بتحب السمك البحر الاحمر. انا في تصوري الشخصي ان معظم السمك اللي موجود حتى اللي بيتقال عليه سويسي هو ممكن غالبا هيبقى برضه مزارع. بس ايا كان، انا هقول لكم النهارده على الاسعار من واقع شراء. انا نزلت النهارده اشتريت من منفذ هقول عليه في الاخر او هقول لكم عليه دلوقتي، ولكن المنفذ ده انا بالنسبه لي هو ده اقل مكان ممكن تشتري منه. زي ما قلت قبل كده، ابعد خالص عن الشراء من المطاعم، ابعد خالص عن الشراء من السوبر ماركتس او الهايبر ماركتس الكبيره بدون ذكر اسماء. كده حاطين هوامش ربح عاليه جدا عشان يغطوا الكهرباء وكهرباء الثلاجات والتخزين والموظفين. فبيحط له هامش ربح ما مش هيقل عن 10 15% زياده عن اللي انا هقول عليه دلوقتي. الا وهو عندك اوبشنين، يا اما سوق العبور، وانا كنت اتكلمت عليه في الحلقه المجمعه الكبيره اللي بتكلم فيها على كل الاسواق اللي موجوده في مصر. وعندك الحل التاني وده اللي انا لسه عارفه من قريب، عرفته بقى، هو عربيات الجيش. عربيات الجيش هتلاقي فيها انواع سمك حلوه جدا وباسعار حلوه يعني رائعه. ولما جيت قارنت الاسعار دي بالاسعار اللي موجوده في اسواق العبور او في الاسواق الشعبيه، لقيتها اذا ما كانتش زي الاسواق الشعبيه هي ارخص وتقريبا زي اسواق العبور. واللي ما يعرفش سوق العبور، هو السوق كبير جدا في شرق القاهره، في كل انواع الخضار والفاكهه والاسماك باسعار طبعا جمله، يعني اسعار بلك. وهتلاقي طبعا في بقى السمك اللي زي ما بقول لكم اللي جاي من المزارع، اللي جاي من السويس، واللي جاي من بحر متوسط. باختصار انا هقول لكم النهارده جدول الاسعار اللي انا اشتريت بيه. قبل بس ما اخش في التفاصيل، عايز بس حابب اقول لكم على معلومه مهمه جدا. زي ما كنت قلتها قبل كده في حلقه، ان نسبه تهدير السمك الصافي اللي انت بتحول الجروس او الوزن الجروس القايم بتحوله الى صافي وزن في حدود بيتهدر حوالي من 40 ل 50%. انا هحسب على 50% للتسهيل، ولكن هي في حدود ال 40%، اللي هي الراس والمصارين والحاجات اللي هي التنظيف. خلاص عشان تحوله كمان، لو انت بتتكلم على في انواع سمك معينه بتتحول الى فيليه، فلو هتحولها الى فيليه بقى اضرب في 2 على طول عشان تقريبا 50%. فللتسهيل احنا هنقول 50%. فدي بس معلومه محتاج تعرفها. برضو الاسعار اللي انا هقول عليها النهارده دي اسعار من غير تنظيف. وبرضو هقول لكم اسعار التنظيف النهارده بتتراوح الكيلو لو هتروح تنظف في محل بيتراوح من 10 ل 15 جنيه، ده التنظيف. الجمبري طبعا بيبقى اغلى شويه، بيبقى 25 30 جنيه للكيلو. ده تنظيف بس من غير طبيخ. الطبيخ بقى هتخش على حسب برضو النوع. السمك بيتراوح من 30 ل 40 جنيه على حسب المحل او على حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها. هتروح المناطق القديمه شويه زي مصر الجديده ومدينه نصر، هتلاقي الاسعار ارخص من التجمعات والحتت الجديده. فده بالنسبه لسعر التنظيف. وبالنسبه لسعر الطبيخ برضو بالنسبه للجمبري والسبيط والحاجات اللي هي المختلفه عن السمك، ممكن تلاقي برضو تزود 10 جنيه كمان على سعر الطبخ. والجمبري زي ما قلنا برضو سعر التنظيف بتاعه اغلى برضو، حوالي 10 15 جنيه من سعر تنظيف السمك، عشان بياخد وقت شويه. بتفتح سمكه ويطلع العرق اللي هو بيعمل ريحه الزفاره ده اللي بيبقى في الظهر. طيب خلينا نخش بقى على الاسعار. زي ما قلت لكم انت هتوفر من 20% ل 25%، ده في المتوسط. طبعا لو انت في حي شعبي ممكن تلاقي نفسك موفر 15%، مش هتقل عن كده. فهو المتوسط 20% توفير.
ما بين المحلات. وانا هنا بتكلم عن المحلات على فكره الشعبيه، محلات السمك الشعبيه، ما بتكلمش عن المحلات الكبيره بقى. اعمل حسابك هتدفع 70 80% او ساعات 100%، يعني دبل السعر الطبيعي اللي انت ممكن تدفعه في محل سمك عادي. لكن انا بتكلم عن المحلات المتوسطه الى الاقل من المتوسطه، اللي هي موجوده في كل الاحياء. هتلاقيها في مجمع سكني كده او سوق شعبي، هتلاقي في محل بتاع سمك بيشوي، بيعمل لك رده، بيعمل لك سنجاري، بيعمل لك زيت وليمون، الحاجات اللي هي الايه البيسك. لكن المحلات الكبيره بتاعت السمك انا مش هتكلم عليها خالص النهارده عشان دي اغلى بكتير. مبدئيا السلمون، انا شخصيا من محبين السلمون. فالسلمون النهارده سعره بيتراوح، او انا اشتريت النهارده ب 550 جنيه سعر السمكه، سمكه صحيحه. لو هشتريها كنت اقل من سمكه، يعني هشتري كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو، كان هتغلى شويه، كانت هتغلى 100 جنيه في الكيلو، يعني كانت حوالي هتبقى 650 جنيه. السعر ده مقابل العبور هو تقريبا نفس اسعار سوق العبور. تيجي تحوله بقى لفليه زي ما قلت قبل كده، هتضرب في اتنين. يعني هتتكلم لو انت بتشتري من كارفور او محلات اللي زي كارفور، هتلاقي مثلا في حدود من 1300 ل 1400 جنيه كيلو الفيليهات. انا بالنسبه لي السلمون بجيبه سمكه صحيحه، بيتقطع جزل، يتعمل ستيك او بيتعمل فيليه، او مش فيليه يعني، بيتعمل برده كده وبتتبيله بزبده مثلا وبقدونس وحاجات كده. في جميع الاحوال بيتقطع جزل او بيتقطع ستيك. دي الطريقه الامثل. والدماغ والديل والحاجات التانية اللي هي ممكن غير المصارين ممكن تتعمل بيها ايه شوربه. بس السلمون طبعا من اغلى الحاجات اللي ممكن نشتريها من سوق السمك. اللي سعره برضو في نفس الرينج تقريبا هو سمك الدنيس، وده طبعا يعتبر سمك بريميوم قوي او سمك عالي قوي. سعر برضو كيلو النهارده انا اشتريته ب 600 جنيه. هو سعره في العبور ممكن اوفر لي مثلا 100 120 جنيه كمان. سعره طبعا ليه مواسم، مش الاسعار دي مش ثابته. الحاجات اللي هي الثابته اللي اسعارها مش بتتفاوت كتير هو طبعا البولتي والبوري، وده هقولهم في الاخر عشان دول انا هبتدي من الغالي لغايه هنزل على الرخيص. طيب احنا كده اتكلمنا على السلمون واتكلمنا على الدنيس. انا برضو النهارده اشتريت ناجل بحر احمر المنقط الاحمر، الكيلو عامل 350 جنيه، وده سعر يعني قريب جدا من سعر سوق العبور. طبعا احنا الحاجات دي لو السمك بالذات بتاع البحر الاحمر لو نزلت اشتريته من السويس من حلقه السمك طبعا هيبقى ارخص كمان 10% من الاسعار اللي انا بتكلم عليها دي. طيب بعد الناجل جبنا سمك لوط. اللوط برضو جبت سمكه كبيره 2 كيلو، الكيلو عامل 220 جنيه، وده برضو سعر قريب جدا من سعر سوق العبور. هنخش بقى على البوري عامل 170 جنيه ده، والبولتي اشتريته ب 90 جنيه. فده برضو يعتبر مش عارف، برضو في انواع برضو في البولتي كتير، بس ده كده انا رتبتها لكم من الاغلى الى الارخص. هنا طبقا للجدول ده ارخص سعر بروتين من وجهة نظري، بروتين حيواني اللي هو السمك، هنا هيبقى البولتي. حتى لو افترضنا ان هو ب 90 جنيه، لو ضربنا التصفيه بتاعته حولناها لنت فيليهات يعني هيبقى عامل تقريبا 160 170 جنيه. فده كده ارخص من الفراخ بكتير، وتقريبا بنفس سعر البيض، وارخص طبعا من الحمام، وارخص من اللحمه، وارخص من اي حاجه تانية. فده كده الاسعار. هنخش بقى على الجمبري والصبيط. الجمبري طبعا الاسعار بتتراوح من اول 600 جنيه لغايه 1000 جنيه، وال1000 جنيه ده اغلى حاجه خالص عنده. ده جمبري اسمه عرايشي اللي صورته متوضحه قدامكم هنا. ده انا جبته بحوالي 1000 جنيه للكيلو، وده سعره برضو في حلقه السمك في السويس وفي سوق العبور مش هتقل عن 850 جنيه ل 900 جنيه. والصبيط حجمه برضو محترم قوي، جبته بحوالي 420 جنيه، وده برضو سعره مش غالي يعني سعره برضو في المتوسط قريب جدا من الاسعار اللي موجوده في سوق العبور، وممكن يبقى ارخص شويه في السويس. فاتمنى ان انا اكون النهارده كده لخصت لكم اسعار السي فود. اتكلمنا على اسعار الكيلو، واتكلمنا على سعر الطبخ، واتكلمنا على سعر التنظيف، وكل الحاجات دي بتتحسب بالكيلو. وزي ما بقول لكم انا النهارده اشتريت من منفذ الجيش بتاع الحكومه او بتاع القوات المسلحه عربيه واقفه. دي مش اول مره، دي تالت مره ليا. اشتريت النهارده من العربيه اللي واقفه عند الميدان اللي قدام الرحاب اللي فيه محل صافي بتاع الميه، وقبل كده اشتريت من العربيه اللي في التسعين الشمالي اللي عند بترو سبورت. فده للسكان شرق القاهره او التجمعات اللي بيحبوا السي فود وبيدوروا على توفير من 15 ل 20%. اتمنى تكون الفيديو النهارده فاتكم. وعربيات الجيش زي ما بقول لكم موجوده في كل حته، يعني موجوده في القاهره كلها تقريبا، يعني في كل حته هتلاقي في عربيه جيش. اكتب بس على جوجل عربيه اسماك الجيش هتلاقي المواقع، مديك كل المواقع بتاعتها. ومجرد ان انت بس هتروح. وعايز اقول لكم معلومه مهمه جدا، عربيات الجيش بتنظف سعر الكيلو ب5 جنيه. مشكلتها الوحيده ان هي بتاخد وقت عشان يبقى في اوردرات كتيره قوي، بيبقى في ناس كتيره قوي واقفه، فغالبا هتاخد دور هياخد وقت طويل.
الحل البديل ان انت تاخد نمره حد من الشباب اللي بتبقى واقفه في العربيه، بتاخد نمره تليفونه وبتكلمه يحضر لك الاوردر قبل ما تيجي، وبدل ما تضيع وقت، عشان هي هتاخد لها على الاقل ساعه، من ساعه لساعه ونص تنظيف السمك. دي حاجه. الحاجه التانية الدفع، للاسف كاش او انستا باي ما عندهمش فيزا خالص، ودي مش اول تجربه ليا، زي ما بقول لكم دي تالت تجربه ليا، للاسف ما عندهمش فيزا، هم دايما على طول بيتعاملوا يا اما كاش يا اما انستا باي. واخيرا ده الجدول، الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده باسعارها واساميها بالعربي وبالانجليزي للاجانب برضه او المصريين اللي قاعدين في الخارج، عشان يعرفوا يقارنوا سعر السمك اللي موجود في مصر بالاسعار اللي موجوده عندهم. اتمنى ان انا اكون فدتكم النهارده. مساء الفل عليكم وبالهنا والشفا ان شاء الله.